الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء حمدا لمنزل الدنا ودائي ومنزل الشفاء والدواء من أمر العباد بالدعاء ليدفعوا به عن البلاء ثم على من عيش مؤسسا مرض يبلغ بلا بد وفاز بالخرب محمد طبيبنا الحكيم حسن سلامي ربنا الكريم والآل والصحب سوي العلاء محتاج الأسقام للشفاء عسى وإني اليوم سوء أوجاهي مبتغيا حول المجيب دائي وأشتكي إليه ما من الضرر قد مسني أتاني مهتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاهجرنا بجاه خير العالمين الأكرم ثم بيمن رمضان الأعظم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عظيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي همانا وتجاوز عنا وأنزلا يا ربنا خير النعم مكان ما نخاف من شر النعم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا حرص على الطاعات وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر ولا يا سافي عزز شفاءك مكان الداء ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل النفع مكان الضر وأنزل الخير مكان الشر وأنزل الحلم مكان الجهل وأنزل الجود مكان البخل وأنزل الغنى مكان الفقر وأنزل الشكر مكان الكفر واشف جميع المسلمين عاجلا ثم اهدهم خوفا وحزنا عاجلا وعافهم والتف بهم ولا تواخذهم بكفر ذنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لقبلة لم يشركوا بك أحد فإنهم أبدانهم لا تقدر على بلائك اللطف يسر قلوبهم ليست تميل أبدا إلى سواك من هنا إلى غدا لكنما تلصص الجوارح أبداهم لأخضع القبائح فلا تؤاخذهم بما لا ينقصك ولهم بالذي لا ينفعهم يا الله يا مقلب القلوب خلب قلوبنا عن الغيوب وأحرنا بحب كل مسلم ونجنا من شر كل مجرم واجعل جميع المسلمين طرا لنا أخلا فنكفى درا واجعل جميع المؤمنين في الهدى والمؤمنات ثم فيهم غدا واجعل جميع المسلمين في ارتقاء والمسلمات بازديادهم تقى واجعل جميع العلماء عاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين صاحبين واجعل جميع الصالحين ناصحين واجعل جميع الناصحين صادقين واجعل جميع الصادقين فائزين وآخرنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم بنا أسا وطيرا وآخرنا بربهم لوجهك وآلهم بربنا فنسلكا واجعل جميع إخوتي ونصبي في رحمتك يوم ازداد النصب واجعلنا هنا وعنا وحصا سامدة تفضلا فنرصى وهب لنا مكارم الأخلاق مع تعبد بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على توادد بلا تناصر ولا تعاصد ولا تقاسم ولا تدابر
ولا تباغض ولا تنافر حتى نصير المسلمين خاسئين ومؤمنين مخلصين صالحين واغفر لنا وعافنا بعافية تكون في الدارين خير عافية واهمل وهد وكفنا عن مظلمة ونجي كل مسلم ومسلمة وأولنا يا ربنا حسن الختام في الممات وغدا يوم القيام بجاه خير من شفى الأمراض ووهب المنقوب والأغراض محمد طبيبنا الهمام المبلغ الأمراض والأسقام وصليا عليه ثم سلما وآله مع أصحاب الكرماء ما أبلغ المسؤول بالدعاء ووفي المريض بالشفاء يا من يروم دفع كل داء فلا تفارق من لبى الشفاء ودم عليه في المساء والصباح وآلسا تنال شفاء وفلاح باسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى باسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى باسم ربنا وجاه المصطفى صلى عليه ربنا كما اصطفى لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا صمدي لم يبدو مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا صمدي مدى لنا الإسلام والكفر معا فبالنصيحة لكل زمان يقول بالزاهر والباطل من خطأه لله في كل زمن خدمته عن الغيوب والثبات والاستقامة وثوا وأبات لبان كون المصطفى رئيسا لكل من قد فضل رؤوسا خذ قدماه فوق كل رقبة منه تغرق كل من قبا محمد المثال لم يأتي فيما مضى وأبدا لا يأتي ثبت أن ربنا لم يرد مثل الله فمثله لم يرد له زيادة له البلاغة يوم ألست ولد الشفاعة هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب والإمام والدليل براء بديع من خير جمال وسانه قدوس عن خير كمال كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد كون النبي المنتقى محمد خير الورى المختار عند الصمد من ذلني خير قديم المصطفى فإنني أهيم بمصطفى من ذلني خير قديم المصطفى فإنني أهيم بمصطفى أهيم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى مثلا أنه يكون أبدا يدير بالذي خدمتي بدا فقاله الدلال والإلال ينقاد لي منه بي غلال مدته قبل لدى لمرولي مدى الونا عن مثلي كل ولي مدته مدى لدى ما ينبى ما غيوبي وكف ذنبا مدته إلى أناس قلبا مدى الكفاني الغدى والبلوى مني إليه خدمة خلا زمان روضته إلى القيام والزمان
هديا يسبت جلالي عليه رضوان الذي أعلاني هديا يسبت أبو الحسن عليه رضوان يخلد العسل هديا يسبت تجاني عليه رضوان مبين الجاني هدي عني الخلفاء الأربعة وسورة المقربين مضان من لم يكن عني يرضى فالكريم هدي عني رضا ليس يريم جزاني الله المصطفى خير جزاء كما تقبل الوعد من جزاء